والتفاهة. ده وده يعني، ما بقصدش ان ده هو ده طبعا، انا بقصد ده وده يعني. يفتحوا لهم مجالات يفضلوا يقطعوا في الشرطة عمال على بطال، والحفلة والليلة كلها تبقى على الشرطة عمال على بطال، ولم يراعوا ضمائرهم في ان هذا الوطن يحتاج هذا الجهاز وفي هذا التوقيت بالذات، لان ليس لديهم رؤية حقيقية لمصلحة الوطن، وبيبصوا تحت رجليهم ولا يغادروا اقدامهم. مش شايفين، مع الاسف ما هماش شايفين، ما هماش شايفين يعني ايه وطن بدون شرطة، ما هماش شايفين ده. وطول الوقت سنين السكينة ونازلين تقطيع، خلوا الناس تكره الشرطة، لأنه الإعلام سلاح وميض رهيب، لما ينخور في العقول مصيبة مصيبة. الإعلام هو المسؤول الأول فيما آلت إليه الشرطة وانعكاسات الشعب تجاهها، سواء من خلال اللي أنا قلتهم دول، نشطاء والبلهاء وحقوق الإنسان والبتنجان والسياسيين والتافهين والبلهاء، وكل دول كلموا كلام فارغ ملوش مضمون حقيقي، واستخدام جمل رنانة مجعلصة ولكنها خالية الوفاض ولا تحمل في طياتها ذرة إحساس بالوطن ولا بمصلحة الوطن ولا بمصلحة المصريين، أو من خلال الإعلاميين أنفسهم هم، يعني هم بيستضيفوا هذه الأنماط من البشر عشان يعملوا الحفلة النهاردة على الشرطة، أو من خلالهم هم أنفسهم لما بينفردوا بالكاميرا زي ما أنا منفرد بيها دلوقتي ويقعدوا يحكوا. واحدة ست النهاردة في أحد القنوات نقلوا جزء من المؤتمر الصحفي بتاع وزير الداخلية محمد إبراهيم، ويعني تستشعر إن الست قاعدة متحفزة لكل كلمة عشان تطلق الرصاصات على كل حاجة. يعني واحدة، عارف انت اللي راقد في الذرة مستنيك بس تظهر براسك عشان ينشك، دي قاعدة على الكرسي بتاعها متحفزة وبتون عالي وحاد وحاد، وبدأت تفند ببلاها تحسد عليها تحسد عليها بعض مما قاله وزير الداخلية. بدأت تقول الوزير بصوت بقى يعني بيتكلم عن الضباط والمعاناة بتاعت الضباط ومش عارف ايه الضباط، ما جابش سيرة العساكر. شوف البلاهة، شوف البلاهة، ما جابش سيرة العساكر، برغم ان العساكر هم اللي بيبقوا واقفين والضباط دول قاعدين في المكاتب. دي الست المذيعة قالت في كلمته او في المؤتمر الصحفي، تجاهل خالص ان الضباط مش عايزاه. حضرتك مالك؟ ده راجل يصطفي مع ضباطه ومع امنائه ومع مندوبيه ومع صفه ومع جنوده، والراجل قال النهارده وبوضوح، قال بحترم كل اللي بيطالب باقالتي وبحترم رايه وعنده كل الحق انه يكون غضبان مني وزعلان، لكن الست لازم تاخد من الحوار حته وتبني عليها هجومها، لان احنا متفقين ان هي قاعده متربصه. طيب معانا رئيس محكمة جنايات القاهرة لنتعرف منه عن رأيه في قرار مكتب النائب العام بمنح سلطة. بسرعة، أنا قلت أسباب ما وصل إليه جهاز الشرطة، قلت نمرة واحد الإعلام، وقلت الأسباب: إما استضافة النشطاء والبلهاء، حقوق الإنسان وحقوق البتنجان، رجال السياسة ورجال البلاهة، دول ودول، ما بيجيب دول وبيجيب دول يعني. اما من خلال الاعلاميين انفسهم، واديت مثل بالست
انا كنت كاتب 3 4 نقط وانا بتفرج عشان اطلع، بس هي لا تستحق مني تعليق لانها عندها درجه من البلاهه الحواريه عاليه جدا، ما تستاهلش ان انا اتناولها، لانها بتتكلم كلام واحده قاعده متحفزه عشان تهاجم الشرطه وخلاص. هي قالت لجوزها في البيت اتفرج عليها وانا بهزق الشرطه النهارده كده. يعني هي قبل ما تنزل قالت له النهارده في مؤتمر لوزير الداخليه اتفرج عليا وانا بهزق الشرطه كده. بتصور هذا هو الحوار. يعني ما يفهموش ويعرفوا ان هم امام ميكروفونات مسؤوليه عظيمه تجاه الوطن، وما يفهموش ويعرفوا ان البسطاء احيانا بيتاثروا بكلام الاعلام. يعني الفاهم الواعي هيقول دي واحده ست بتهيس او واحد راجل او غيره، لكن البسطاء بيصدقوا ويبتدي يكون قناعاته ضد رجل الشرطه، ومن ثم لا يتعاون معاه بشكل او باخر ويصل الامر باللي احنا بنشوفه. اذا احنا ساهمنا طوعيه واختيارا في هذا الامر. اول حاجه الاعلام اللي وصلت الشرطه لهذه المرحله. نمره 2، مع الاسف الشباب المتعلم، لانه بيسمح اثناء التظاهره السلميه بتاعته باندساس العناصر الاخرى، وبعدين واحد يطلع من النشطاء او من البلهاء ويقول لك ما يقبض على المندسين. يقبض عليهم ازاي؟ يعني حضرتك بفكاكتك العالميه يعني يخش في وسط الثوار اذا سميناهم ثوار وياخد من وسطهم ويلقط، وهيعرفهم ازاي؟ وهو مكتوب عليه ده ثوري وده بلطجي، ده ثوري وده قابض، مكتوب على وشه. وتلاقي ناس يعني لابسه جرافطات وشيك قوي وتتكلم كده تقول لك مش شغله الشرطه ان هو يلقط الناس دي من وسط مظاهره ولا اضراب ولا بتاع، ولا واقفه فيها 600 700 بني ادم في وسطهم 20 30 بني ادم متنطورين زي السرطان. هتجيبهم ازاي؟ هتجيبهم ازاي؟ فبتكون نتيجه ان انت بتخش على المجموعه بتلقط اللي تقدر تلقطه، لان انت سمحت لنفسك كشباب طالع تعبر عن رايك بشكل حر ان هذا السرطان يندس جواك ويفضل يكسر ويخرب في منشآت بلدك. هذا هو الامر الثاني فيما وصل اليه الحال. لكن اللي انا متاكد منه 100% ما ينقصوش واحد، ان رجال الشرطه الشرفاء وهم الغالبيه العظمى، مفيش حته في الدنيا فيها 100% خالص خالص، مفيش حته في الدنيا فيها 100%. الكلام ده في الجنه بس.